السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذه الوصفة الجديدة اللي بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو، اللي هي من وصفات الأمهات والجدات ديالنا، اللي هما جدات وأمهات بني وراين إقليم تازة. هاد الوصفة اللي معروفة عنا باسم أزنف، اللي هي شبيهة بالسفوف أو الزميتة أو السلو. الشكل ديالها كما كتشوفوا هنايا هو هذا، كتجي المنظر ديالها تماما كما السفوف او سلو. ومن طبيعة الحال المكون ديالها الاساسي واللي مناش كنصايبوه حنايا هو الزرع او لا القمح، كما كتشوفوا عندي هنايا في هاد الطبيصله هذه اللي خليت واحد شويه هنايا باش تعرفوا بالضبط. من بعد ما كنغسلوه ونشفوه ونخليوه في الشمس حتى ينشف مزيان، كنقيوه. كندوزو المرحله المواليه نوريكم كي كنديرو نصايبوه. وبقاو معايا ما تمشيوش بعيد. كما كتشوفوا عندي هنايا هو صافي، هنايا كنت غسلته ونشفتو مزيان. من بعد كنبقاو نقليوه هكا اولا كنحمروه في المقله ديال الحديد كما كنسميوها. كما كتشوفوا انا اليد ديال الوالده كتخلط، وانا ما قادرش نخلط بيدي، كنخلط غير بهاد القلابه هذه كما كتشوفوا. اللي بغيت نشير ليه ونركز عليه مزيان هو ان العافيه خصها تكون متوسطه باش ما يخرج لكمش هذا الزرع قاصح الا نقصتو في العافيه، والا جهدتو يقدر غادي يطيب غير من برا، غادي تشوط من برا وغيبقى من الداخل اخضر. يعني من الاحسن ان العافيه تكون متوسطه، وتبقاو تخلطوا فيه كما كتشوفوا هنايا. كتستمروا في التخليط، ما تخليوش تميكوا عليه لان راه ممكن انه غيتحرق لكم. حاولوا ما امكن كتخلطوا باستمرار باش كيتحمر على خاطرو مزيان وكيطيب من الداخل. كما كتشوفوا هنايا صافي راه بدا كيتحمر كما كتشوفوا هنايا، كياخذ واحد اللون ذهبي زوين. هنا كما كتشوفوا صافي، ها هو هنايا صافي راه هذا راه طايب، وهذا عاد زدتو دابا باش غادي يتحمر حتى هو. المهم كنبقاو على هاد هكا كما حتى نساليو داكشي اللي عندنا كامل. بالنسبه للامهات ديالنا شحال هادي كانوا كيزيدوا معاه شنو غير غيطحنوا هادشي كما غادي تشوفوا في الفيديو من بعد. اللي كيخلطوها غير بالزيت، زيت البلديه من طبيعه الحال، وكينسموها بالازير او اكليل الجبل كما معروف عليه، او روزماري. والملحه بالنسبه لي انا كندير واحد الاضافات اخرى، وحتى نتوما ممكن انكم ديروا اضافات اللي بغيتو. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا المراحل اللي جايه ان شاء الله. بالنسبه لي انا هنايا صافي راني ديتو لمول الحانوت اللي عنده ماكينه ديال العطريه وطحنو، ووصيته انه ما يطحنوش بزاف، يخليه بحال السميده ديال الحرشه. ومن بعد غادي ندوزو في واحد الغابه اللي شويه عيني شويه واسعين باش يشد لي غير هذوك الحبات اللي كيبقاو كاملين. الاضافات انا اللي كنضيف هي كما كتشوفوا عندي هنايا، كنزيد الجلجلان كنحمرو ونطحنو واحد نص طحنه، ما يعني ماشي ما غيكونش مطحون بزاف، يعني غندور عليه الماكينه واحد جوج دورات صافي. وانتم من طبيعة الحال ممكن انكم تزيدوا اللي بغيتو، تقدروا تزيدوا اللوز مطحون، كاوكاو محمر، القرقاع، كاين الزرارع بزاف اللي ممكن انهم تزيدوهم، اي حاجه فيها الفوائد راه مزيانه. انا كنقتصر انني عليها كنزيد غير هاد الزجلان كما كتشوفوا، وعوض انني ندير غير الملحه كتعجبني انا تكون حلوه كنزيد فيها سكر سنيده كما غتشوفوا هنايا من بعد. هنايا هانتوما كتشوفوا انا الزجلان غير حمرته وما طحنتوش بزاف. كما قلت لكم ممكن انكم نتوما تضيفوا اي حاجه بغيتوها. انا في التخليطه هذه غادي ننسى واحد المكون ومن بعد غنقول لكم. هنايا غادي نزيد سنيده كما قلت انا كتعجبني تكون حلوه، والملحه باش ما تجيش باسله وصافي.
وعاده انا كنزيد حتى السحتر في بلاصه داك الازير اللي كانوا كيديروا موالين شحال هادي. انا كندير غير كنت كندير هنايا غير السحتر، بصح هنايا نسيتو ما تفكرتو حتى الاخير، عاد حتى صافي خلطت وساليت وعاد زدتو. المهم غادي نخلط هاد النواشف كما غادي تشوفوا هنايا، ونزيد الزيت وصافي ونخلط مزيان. زيت البلديه من طبيعه الحال من الاحسن انها تكون زيت البلديه. واللي بغيت نقول لكم ان هاد الصفوف البلدي الصفوف البلدي ديال بني وراين ديال زمان، ورجعوا الناس كيديروه دابا بزاف لان عرفوا الفوائد ديالو بزاف. راه جوج معالق في الصباح راه تقدروا النهار كامل يخليوكم مشبعانين. وما تنسوش ان راه هنايا راه حنا دايرين الزرع كامل، يعني بالقشره ديالو بكل شيء، يعني مفيد وما فيش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. الزيت البلديه مفيده كل شيء المهم مزيان، صحيه للدراري الصغار الكبار. ايام زمان كانوا كيديروها شحال هذيك الامهات ديالنا كانوا كيديروها كما كيديروا دابا ديك السفوف الزميطه بالنسبه للسبوع او لهذا. هما كانوا كيديروها للمراه فاش كتولد باش كتبقى تاكلها، باش كتنفعها على في الحليب، باش كدير لها الحليب وترضع ولدها او بنتها مزيان. وفي نفس الوقت صحيه باش دغيا تبرا وتنوض دغيا لشغالاتها. المهم كان غادي نخلط هنايا هاد النواشف كما غتشوفوا هنايا. ومن بعد انا زدت الزيت البلديه ما تصورتش اللقطه في الاول. المهم كانت عندي هاد الكاسرونه عامره، تبقاو تزيدوا بالقياس حتى تشوفوها بالقياس اللي بغيتوها. بالنسبه لي انا ما كنديرهاش مزيته بزاف بزاف، كنخليها شي شويه كما غادي تشوفوا في الاخير ديال الفيديو. انا كنصح بها صراحه اللي عنده الزيت البلديه موجوده والزرع عنده موجود وكاين في الطاحونه، ممكن انكم تشريو كامله ولا جوج كاملات. بالنسبه لي في المغرب اللي على برا المغرب يقدروا يوصيو عليها الناس ديالهم في المغرب ويجيبوا ويصيفطوها لهم. صحيه مزيان ومفيده لوليداتكم اللي عنده الوليدات صغارين والكبار والصغار. انا كنصح بها تبقاو تصايبوها دائما. المهم كما كتشوفوا هنايا صافي غادي نخلط هذا الشيء كامل حتى نجمع كلشي. وفي الاخر ها نتوما كتشوفوا النهايه ديالها كي دايره. كما قلت لكم انا كتعجبني تبقى هكا غير مفرتته. المهم انا في النهايه ديال الفيديو كنتمنى اللي يعجبو الفيديو يدير لايك، واللي مازال ما اشتركش معنا يشترك معنا باش ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. و واللي عجباتو هاد الوصفه يخلي لي شي كومونتير. بني وراين ما تنساوش التعليق، كتبوها ليا كتبوا لي تعليق والسميه بالدارجه، بالخصوص الا كنت انا غلطت في النطق ديال السميه اللي هي ازنف، واش ازنف ولا ازلف. المهم صحوا لي الناس بني وراين. وما تنساوناش حتى الناس الاخرين اللي عجبوا الفيديو يخلي لي شي كومونتير زوين وشجعنا ونتمنى نكونوا دائما عند حسن الظن بالجميع. ويا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف ديالكم كاملين. وكنشكر بزاف الناس اللي متابعين اللي كيتابعونا واللي يشجعونا دائما بلي لايك ديالهم. نهايه الفيديو تهلاو لي فراسكم.